هل ابل ما كانتش قادره في 2019 تحط شاشه 120 هرتز في ال 11 برو ماكس؟ يعني مش منطقيه، صح؟ واقول لك حاجه، الشركات مش عاجزه ان هي تحط كل الامكانيات اللي هي بتحطها على مر 10 سنين او على مر 7 سنين في سنه واحده او في سنتين. بس الفكره ان انا لو اديتك كل الامكانيات في سنه او سنتين، انا بعد كده هقدم ايه؟ فانا هقدم لك امكانيه صغيره او اضافتين حتى، وهقنعك بيهم وهقنعك ان هم قادرين يغيروا لك حياتك، وانت فعلا تستاهل انك تدفع $1000 عشان تاخد الفيتشرز ده او الاثنين فيتشرز دول. يعني تعالى مثلا، هل ابل ما كانتش قادره في 2019 تحط شاشه 120 هرتز في ال 11 برو ماكس؟ يعني مش منطقيه، صح؟ وهل ابل مش قادره تحط النوتش بتاعها تحت الشاشه؟ مش قادره تخبي الكاميرا بتاعتها وتخلي لك الموبايل كله سكرين من قدام؟ اكيد قادره. وخلي بالك ده مش نصب او احتيال على المستخدمين، هي حاجه تسويقيه. انا مش هقعد كل سنه اقدم لك 5 أو 7 أو 8 فيتشرز جديده، انا بعد كده هقدم ايه؟ ما هو انا على المستوى البعيد خلاص هبقى انتهيت.